بسم الله ما شاء الله. يا نهار ابيض عليك وحش. الله اكبر. بص ابن الجزمه هتورد منين. يا نهار ابيض عليك وحش. بسم الله الله اكبر. تعالى يا عم الله يرضى عليك. اهدي العاصي يا رب. عليك دكر. اهدي العاصي يا رب. عليك دكر وحش. الله اكبر. لسه هتخش تحت الحجاره ابن الجزمه. بسم الله ما شاء الله. اهدي العاصي يا رب. يا نهار ابيض. على مهلك بالله عليك ما تضيع. ما شاء الله تبارك الرحمن. وحش. ما شاء الله تبارك الرحمن. اثبت الله يرضى عليك. اثبت اثبت الله يرضى عليك. السلام عليكم اخواتي وحبايبي. زي ما اتعودنا الموسم ده كل اول طلع الصيد هنرد على اخ من اخواتنا وحبايبنا عنده مشكله في صيد الغله. اي حد عنده مشكله يكتب لنا في التعليقات وباذن الله نرد عليه ان شاء الله. اتكلم النهارده عن غله التسفير وغله التطعيم. الفيديو ده اخرنا فيه شويه، كان المفروض من اوائل الفيديوهات اللي عملناها في بدايه الموسم، وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن مشكله الصيد في الترع المتبطنه، عشان السؤال ده اتكرر كتير وبرضه متاخر معانا. طيب هنتكلم الاول على غله التسفير. بصوا يا جماعه، دايما زي ما بقول، هتفهم صيد الغله هتعرف تصطاد صح وربنا يكرمك وتمسك سمك. غله التسفير بتبقى عن عباره غله فقط لا غير، اللي هي الغله اللي انت بتظفر بيها بتعلف بيها، او الغله اللي انت بتعملها للمرايه. كتير من اخواتنا وحبايبنا بيسالوا في التعليقات نحطوا رده، نحطوا خميره، نحطوا علف اللي هو البادي بتاع الفراخ، زي ما للاسف بيشوفوا على اليوتيوب ناس كتير بتعمل خلطات وازاز التسفير والكلام اللي داير على اليوتيوب. بصوا يا جماعه، الكلام ده كله غلط. نفهم هنعرفه نصطاده صح. موسم الغله بيبتدي امتى وبينتهي امتى؟ موسم الغله بيبتدي، كله متفق الصيادين كلها ان هو بدايه موسم الغله بيبقى من اول شهر 6 وبيخلص في اواخر 10. ايه العله؟ ما هتفهم هتعرف الدنيا دايره ازاي. موسم الغله بيشتغل لما الخضره او الريمه اللي في الترعه بتتحرق. درجه الحراره لما بتعلى الريمه او الخضره اللي السمك رايع عليها بتتحرق، فهنا السمك بيطلع على الجرف يدور على ايه؟ على مرعى. يبتدي معاك موسم الغله المرايه ويلاقي الاكل بتاعه على الجرف. لما يجي يخش معاك اخر الموسم اواخر شهر 10 شهر 11، ايه اللي بيحصل؟ درجه الحراره بترجع تعكس تاني، تلاقي الايه؟ الترعه عملت خضره عملت ريمه، السمك يروح جاي عامل ايه؟ واقف في قلب الترعه في الغرق جوه راعي على ايه؟ راعي على الخضره وعلى الريمه. عشان كده اخواتنا وحبايبنا الصيادين كله عارف اليومين دول الصيادين الخضره والريمه مش لاقيين. مفيش ريمه ولا خضره، ليه؟ محروقه، الشمس حرقاها. فهي دي العله اللي بتخلي السمكه تطلع على الجرف وتاكل الغله. مش موضوع بقى ان انت حاطط خميره والريحه نفاذه فبتجذب السمك وكلام البكش اللي بيحصل ده كله. دايما انا بقول من السنه اللي فاتت ده اسمه فنكوش، ماده حمراء وماده خضراء، كل ده كلام ملوش اساس من الصحه. اخواتنا وحبايبنا اللي بيعملوا الفيديوهات دي الحاجات دي ما انتشرتش غير لما اليوتيوب بدأ ينتشر. انت راجل عايز تعمل فيديو وتعمل مشاهدات واثاره والكلام ده وتشد الناس تتفرج، اعمل بمعلومه صحيحه عشان اللي يخش يتفرج تاخد ثواب وتؤجر عليه. لكن انت كده بتفهم الناس غلط، يروح يشتري بقى يكلف نفسه دقيق وعلف بادي الكيلو مش عارف ب 25 ولا 30 جنيه. حرام، كل دي مصاريف على الفاضي. اي صياد غله لو كلنا متابعين صيادين الغله الصح وعارفينه محدش بيحط الاضافات دي خالص. اللي بيجمع الدور السمك في قلب الدور بكميات كتر العلف. كل ما ترمي غله كل ما السمك هيزيد معاك ويبقى حاضر معاك في الدور. لكن المشكله في الموضوع الخلطات الدقيق والرده والحاجات دي كلها هتأذي، مش هتجيب نتيجه كويسه. ليه؟ دي هتجمع لك الشر وهتجمع لك الاستاكوزا. ليه؟ طعم طري عليه. الشر هيقعد ياكل في رده ودي هتجمع لك شر الدنيا في قلب الدور.
فهي كده ما عملتش مصلحه، لا اذت لك. تلاقي اللي رابط ازازه وحاططها في قلب الدور لا، كل ده غلط في غلط. الدليل على كده ان السمكه بتشتغل في شهر 6 وكل سنه بتخلص في اواخر 10. فهي السمكه طالعه على حسب المرعى اللي راعي عليه. لكن اجتهد في الصح، حاول قدم مثلا غلة التسفير بحاجة عملية. لكن تطلع بقى عشان مشاهدات والكلام ده كله لا، حرام. طيب دي بالنسبة لغلة التسفير. برضو عشان نكمل المعلومة، غلة التسفير يا جماعة بتتبل 3 4 ساعات 5 ساعات. الفكرة ان هي تشرب مية تريح على الارض فقط لا غير. 3 4 ساعات ساعتين. ما تخليش غلة التسفير اللي هي غلة المراية تكون طرية عشان ما تجمعش عليك الشر والاستاكوزا. وبالنسبة لغلة التطعيم، انا عن نفسي بحبها الغلة. يا دوبك الغلة تنقعها على حسب درجة الحرارة، يومين يوم ونص على حسب درجة الحرارة الغلة بتستوي. تابع الغلاية. غلة التطعيم يا دوبك الصنارة تعدي فيها، ما تكونش طرية. غلة التطعيم ما تكونش طرية عشان الشر ما يقرفكش. يا دوبك تشوفها تجسها كده تدوس عليها تطلع المادة البيضاء اللي فيها، تعدي الصنارة يا دوبك، بحيث مش هيقدر عليها غير السمكة الكبيرة. فانت تنقعها تجسها لقيتها عاملة زي السفنجة كده، شيلها على جنب، كيسها في اكياس صغيرة وتحطها في الفريزر. نص كيلو هيقعد معاك الموسم كله، شويات على قد طلعة الصيد. وبرضو معلومة بالنسبة لغلة التطعيم. غلة التطعيم بشوف معظم الناس بيصطادوا حاطين غلة التطعيم في كيسة وحاطينها جنب منهم في كيسة، وده غلط. لا، غلة التطعيم تجيب معاك بلاستيكة صغيرة او علبة صغيرة وتحطها في مية. ليه؟ المية بتخلي الغلاية بتلمع، بتخليها بيضة. لكن انت لو حطيتها بره المية هتلاقيها دبلت ولونها راح. فلا، غلة التطعيم حطها في برطمان وتحطها في ميه جنب منك، ولما تيجي تطعم تنقي اكتر غلاية بيضة وتطعمها. وبرضو لاخواتنا لو انت حابب، بس هي برضو معلومة غلط، لو انت حابب الغلة تبقى ريحتها نفاذة خمر الغلة. يعني الغلة لو انت حطيتها جنب مثلا حاجة موتور تلاجة ولا حاجة وسبتها ما غيرتش عليها المية وسبتها يومين، هتلاقي ريحتها بتتخمر. هتلاقي على الوش كده عامله ريمه تخميره وريحتها صعبه جدا. بس مشكلتها ان هي هتلم عليك شر الدنيا. فلما تيجي تعمل غله التطعيم برضو سيبها يوم او يوم وربع، وبعد كده تبص عليها. في خلال اليوم وربع دولت ما تغيرلهاش الميه. ليه؟ هتعمل طبقه الخميره دي، هتخلي معاك الغلايه بيضه. يعني بعد يوم وربع كده بص عليها، لقيتها الدنيا تمام، لو درجه الحراره عاليه شيلها. بس الميزه ان انت ما تغيرلهاش الميه. ايه؟ ان هي هتروح جايه عامله زي ماده كاويه هتخلي لك الغلايه بيضه. وان شاء الله باذن الله مكملين. اي حد عنده مشكله يكتب لنا في التعليقات وباذن الله نرد عليه. ربنا كرم في حاجه النهارده ان شاء الله نصورها في اخر الفيديو. السلام عليكم. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. تعالى ما شاء الله، ما شاء الله عنكب وجماله. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. بسم الله، الله اكبر عليك ذكر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اثبت يا عسل ما شاء الله تبارك الرحمن. اثبت الله يرضى عليك. تعال، رايح فين؟ تعال. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حلويات ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. تعالى، بسم الله ما شاء الله. تعالى، شايفك. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله عنكب وجماله. بسم الله ما شاء الله. تعالى، رايح فين؟ يا نهار ابيض. تعالى يا عم. بسم الله ما شاء الله. يا نهار ابيض عليك وحش. الله اكبر. بص ابن الجزمه هتورد منين. يا نهار ابيض عليك وحش. بسم الله، الله اكبر. تعالى يا عم، الله يرضى عليك. اهدي العاصي يا رب. عليك ذكر. اهدي العاصي يا رب. عليك ذكر وحش.
الله اكبر، بص عشان اخش تحت الحجاره ابن الجزم. بسم الله ما شاء الله. اهدي العاصي يا رب. يا نهار ابيض، على مهلك بالله عليك ما تضيع. ما شاء الله تبارك الرحمن، وحش. ما شاء الله تبارك الرحمن. اثبت الله يرضى عليك، اثبت. اثبت الله يرضى عليك. بس عايز اخش تحت الحجاره يا ابن الذين. عليك ذكر. بسم الله ما شاء الله. اثبت يا عم الله يرضى عليك، تعالى. يا نهار ابيض، مشفف على كده. تعالى بالله عليك، تعالى. بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى يا عم، ما تفرهطش. ما شاء الله تبارك الرحمن، وحوش. انا بحترم عنكب عشان بيمسكني الحلويات دي. لف ولا ورينا جمالك يا ولا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هي دي المتعة، ربنا ما يحرمني منك يا عنكب. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. عنكب وجماله. معلش بقى ما عرفتش اجيبه عشان البطارية مهنجة. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. عنكب ده فين عنكب اهو. اثبت يخرب بيت فقر. عنكب ده ربنا ما يحرمنيش منه. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. معلش بقى البطارية مش عارف اصور على المباشر عشان مهنجة. ما شاء الله.